كتخيل شي قبيلة كتسمعك وانت بعيد كيلومترات، كتفهمك بدون ما تقول حتى شي كلمة. كتخيل شي مدرسة كتعلم التلاميذ كيفاش يصفرو وكيفاش يهضرو. هادشي كاين وماشي خرافة. كاينين شعوب في هاد العالم كيتواصلوا بالصفير، بصوت كيطير في الهواء وكيعبر الجبال والوديان. لغة كاملة مبنية على صفارات كتوصل المعنى بدون كلمات. خليك معايا وغادي تكتشف واحدة من أغرب اللغات في العالم، لغة الناس اللي كيهضروا بالفم وهو ساكت. في جزيرة لاغوميرا بجزر الكناري كاين شعب كيهضر بلغة سميتها سيلبو كوميرا. هي لغة كاملة ولكن بالصفير. الأب كيهضر مع ولدو عبر الجبل، التاجر كيهضر مع صاحبه وسط السوق، والمعلم كيدرس الأطفال بها. هاد اللغة فيها قوانين، قواعد وحتى مترجمين معتمدين. وتخيل كيدرسوها في المدارس وبقاو محافظين عليها من بعد مئات السنين. في شمال تركيا قرية صغيرة سميتها كوشكوي، ولكن شهرتها عالمية لأن سكانها كيعتمدوا لغة الصفير في الحياة اليومية. الأمهات كيعيطوا على ولادهم، الرجال كيهضروا وسط الحقول، والأساتذة كيدرسوا الأطفال كيفاش يتواصلوا بالصفير. في 2017 اليونسكو صنفت هذه اللغة كتراث لا مادي، ولكن التحدي اليوم هو الحفاظ عليها من الزوال وسط زحف التكنولوجيا. في أعالي جبال الأطلس كانوا بعض القبائل الأمازيغية كيعتمدوا صفارات خاصة في الصيد والتواصل. ماشي لغة كاملة بحال السيلبو، ولكن كانت تقنية ذكية باش يوصلوا الرسائل بسرعة وسط التضاريس الصعبة. شي صفارة كتدل على خطر، أخرى على مكان الصيد، وحتى على هنايا أولا بلا ما يشوف حتى شي واحد. هاد التقنية بقات متداولة حتى بداية القرن العشرين، ولكن دابا مبقاوش بزاف اللي كيعرفوها. في جبال الأنديز بعض القبائل القديمة كانوا يعتمدوا على الصفير باش يتواصلوا وسط الوديان والمزارع الجبلية. الصوت كيطير في الهواء وكيخترق الضباب وما كيتعطلش بحال الصوت العادي. من خلال تغييرات في الطبقة ديال الصفارة كيوصل المعنى ديال هنا جاي أولا واش راك تما أولا عندك كن حذر. اليوم بقات هاد التقنية ببعض المناطق القروية، ولكن كتبقى نادرة بزاف. قبيلة بيراها في غابات الأمازون كتستعمل لغة غريبة وفريدة من نوعها. تقدر تهضر بيها بالصوت، بالصفير، بالهمس، وحتى بالإشارة. وهادشي ماشي لعب، هادشي راه بصح. ما كيعرفوش هاد الشعب، ما كيعرفش الأرقام وما كيعرفش التكنولوجيا، ولكن التواصل عندهم فائق الذكاء. الصفير عندهم طريقة باش يتواصلوا وسط الغابة بدون ما يفيقوا الحيوانات أو الغرباء. ماشي كلشي كيهضر، كاينين اللي كيتواصلوا بالموجة الهوائية. الناس حول العالم خلقوا لغات بدون حروف بلا ورق، ولكن كتوصل للقلب قبل ما توصل للودن. واش نقدروا نرجعوا لزمن اللي الصوت فيه كان كلشي؟ واش التكنولوجيا فعلا قربتنا ولا قطعتنا من لغة الروح؟ خلي لينا تعليق إذا كانت عندك الفرصة تعلم شي لغة الصفير. شنو غادي تكون أول رسالة ديالك في هاد الحياة؟ كان معكم عبد الغفور مساري، دمتم سالمين.